السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا وصفة اليوم راح تكون كروكي. كروكي اللي كاين بزاف ناس سقساوني على الوصفة تاعو، ودائما نقول لهم الوصفة، واليوم اخترت اني نديرها فيديو باش يستفادوا منه جميع الناس. إذا نشوفوا هنايا كيفاه جا، يعني جا هش، جا هايل اون ديغي مسكوتشو تقول مخدوم بالزبدة. شوفوا جا، يعني الصورة هي اللي توضح، بلا ما نكثر الحكي الصورة توضح ذلك. شوفوا نبداو على بركة الله، وما ننساوش نصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. المقادير تاع الوصفة هاهم ليك. عندي هنا البيض، أنا هنا البيض ما نقولكمش عدد الحبات لأني نكيّل بالكيلة. البيض هنا ما نقدروش نقتادوا به لأنه دي فوا نلقاو بيض كبير، دي فوا نلقاو بيض صغير وكذا، وأنا هنا عندي بيض صغير. إذا درت كيلة تاع بيض كيما راكم تشوفوا هنا، الكاس تاعي ما تعمرش مليح، المهم ندير كيلة تاع البيض تقابلها كيلة تاع السكر. وهنا الحلاوة يعني صدقوني ما يجيش حلو بزاف يقهم، يجي عادي جدًا، الحلاوة تاعو معقولة. شوفوا هنا ندير الكيلة هاذيك تاع البيض مع الكيلة تاع السكر، ونزيد عليها رشة ملح، شوفوا هنا على رأس ملعقة ملح، ونزيد عليها ملعقة قهوة تاع فانيلا سائلة، تقدروا ديروا بودر كيما تحبوا نتوما، ونحطهم يتخلطوا. وما ننساش نزيد عليهم مبشور الليمون اللي يعطي نكهة رائعة في المذاق وفي الرائحة، مام تنحي هذاك الجو تاع الزيت. هنايا نفس الكيلة اللي كيّلت بها البيض والسكر نروح نكيّلها زيت، نخليها على جنب، ونروح نخلّط البيض تاعي والسكر حتى يتخلطوا لي مليح، حتى نحس هذاك السكر ذاب. حتى نحس السكر تاعي ذاب، نروح عاد نزيد نفرّغ عليه الزيت ونخلّيه ينسجم مع هذيك المكونات السائلة، ينسجموا مليح مع بعضاهم باه نلوح المكونات الجافة. درك كيما راكم تشوفوا بعد ما تخلطوا لي هاذوك المكونات كامل، شوفوا كيفاش جا الخليط. نروحوا نجيبوا المكونات الجافة اللي هما عندنا 2 ملاعق تاع مايزينا. هنا المايزينا تعطي خفة ونتيجة هايلة، اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليها وتعطيه نتيجة مليحة، أما من الأفضل اللي عنده يدير 2 ملاعق مملوئين هاكم كيما راكم تشوفوا، نغربلهم، نروح نخلطهم ونزيد لهم مكون اللي يعتبر حافظ ويعتبر يعني عنده نتيجة هايلة، اللي هي ملعقة خل أبيض. هنا درت ملعقة قهوة خل أبيض، هنايا تقدروا تحتفظوا به، تقدروا يعني ما شاء الله الخل بالنسبة ليا أنايا ما نقدرش نستغنى عليه. بون هنا نزيد نلوح الفرينة، نعود نخلط في نصفيها ونحط عليها هاذوك 2 أكياس تاع خميرة كيميائية، نغربلهم باش نتفادى هاذوك الحبيبات، ما يقعدوش يتكوروا لي في الوصفة. إذا كيما راكم تشوفوا نروح نخلّط مليح حتى تتكون لي عجينة تتلاصق في اليد، لازم تكون تتلاصق في اليد، وما تكونش ناشفة بزاف، لازم تكون تتلاصق باش تعطيكم نتيجة مليحة. كيما راكم تشوفوا هنايا أنا خلاص اكتفيت بالفرينة، بكمية الفرينة، نزيد 2 ملاعق العفو، ومن بعد خلاص نكتفي بالفرينة. دوك نروح نخلّطهم مليح، شوفوا كيف راهي تتلاصق لي في اليد. كيما راكم تشوفوها، دركا هنايا الفرينة ما نقدرش نعطيكم كمية هاكا محددة، حسب الفرينة اللي عندكم، حسب الكمية تاع البيض والزيت وال والسكر اللي درتوه يعني. هنايا مهم تكون تتلاصق في اليد وتكون طرية يعني. نروح نجيب البلاطو تاعي ندهنه بالزيت، ونجيب كمية تاع زيت باش نديرها في يدي باش ما يلصقليش هذاك العجين في اليد. كيما راكم تشوفوا هاي الزيت وها العجينة تاعي هاي كاينة. دوك قلت لكم هنايا بعد ما ندير الزيت في البلاطو، نروح ندير حرابيش تاع هذيك العجين. كيما راكم تشوفوا راني ندير يدي في الزيت ومامطو راني نسوي كيما راكم تشوفوا هنا نديرهم هكا. وراني نخدم في هاد العجينة قبل ما نبدا نخلّط، وقبل ما نبدا الوصفة تاعي نكون شعلت الفور تاعي على 180 درجة ونخليه يسخن مليح، باه كي نكمل نلوحو يطيب يكون ديجا سخن لمدة ربع ساعة.
درك بعد ما درتهم كوّنتهم وكمّلت نروح نحطهم في الفور ونخليه يطيب. مدة الطياب هنا تختلف من فور لفور، ما نقدرش نقول لكم بالضبط مدة الطياب. بون هنايا عندي معجون مشماش، وعندي هنايا كمية تاع كاوكاو. بعد ما يطيب الكروكي تاعي نروح نجبدو بالفور، شوفوا كيفاش جا كيفاه طايب، جا يعني طايب ما شاء الله. آآ نروح ندهنه بالكمية هاذيك تاع المعجون ونذرذر عليه هذيك الكاوكاو المرحي، يكون محمص أكيد. وهنايا ندهنو مليح وهو سخون باش ت ت هاذيك المعجون تلصق لنا في هذاك الجاتو. وكي نكمّل نروح نقصّو كيما تحبّوا نتوما، أنايا قصيتو هنايا جاو مستطيلات هاكا مايلين، كيما تحبّوا هنايا كيما تحبّوا تقصّوا نتوما، كيما تحبّوا ديروا الكروكي تاعكم. أنا هنا اخترت نديرهم حبّات صغار باه الضيف اللي يجيني ويهز حبّة يكمّلها، ما نديرش حبّات كبار كيما تاع المحلات. ويعني شوفوا راكم تشوفوا بعينيكم جات وصفة هايلة طايبة، تحمّر الوجه، اللي معلقة نحطوها مع قهوة عصر، نحطوها في الأعياد كيما جاينا دوكا عيد الأضحى، ماذا بينا وصفة اقتصادية. جاتو يصلح تحطوه مع قهيوة، تصلح يعني شوفوا كيفاه جا هش، يتفتت وحده ها، الصورة توضح ذلك. ننصحكم تجربوه، وإذا جربتوه وعجبتكم الوصفة ما عليكم غير تخليوا لي تعليق شباب وديروا لي جيم وتبارطاجيو مع أحبابكم، ونقولكم إلى اللقاء في وصفة جديدة وفي فيديو جديد إن شاء الله.